طريقة القرص الفلاحي الطرية بأبسط وأسهل طريقة. شايفين الكمية دي؟ بسم الله ما شاء الله، من كيلو دقيق وبأقل تكلفة. هنعمل أحلى وأسهل طريقة للقرص الطرية. ايه القرص الطرية الفلاحي؟ ايه اللي بتدوب في البق حبايب قلبي؟ وبسم الله ما شاء الله الكمية تحفة. القرصة دلوقتي في الفرن أقل قرصة ب7 جنيه. احنا بقى من كيلو دقيق هنعمل 28 قرصة وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه. اما الطعم اقسم بالله تحفة، وطريقتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. ما نعملهاش ليه حبايب قلبي؟ الله عليها مع حتة جبنة مع كوباية شاي بحليب، تحفة والله، من طعمها تتاكل حيف. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. لايك وشير كتير، واللي مش متابعني اتمنى متابعة فضلا وليس امرا. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كيلو من الدقيق، ودي معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية. هضيف عليهم معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر خميرة الحلويات. هنضيف 3 معالق كبيرة سكر. معايا معلقتين كبار من القشطة. القشطة دي من وش اللبن، غالية اللبن من بالليل، حطيته في التلاجة لما برد عمل وش. خدت القشطة بتاعت وش اللبن، ودي كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش متلجة، ودول كوبايتين من اللبن الحليب. من مفروض تتعمل بلبن رايب بس انا ما كانش عندي بصراحة. انا كنت مستعجلة وكنت بعملها بالليل. انا ممكن كنت خليت اللبن يروب معايا وهو دافي، نحط معلقة من الخل ونسيبه قيمة ربع ساعة هيروب معانا. في الوقت ده انا العجينة هتحتاج مية او لبن، انا زودت مية بدل اللبن. وعلى فكرة ممكن نعجنها كمان بالمية، مش هيجرى اي حاجة وهيطلع طعمها زي العسل. الدقيق بتاعي اخد كوبايتين لبن حليب وكوباية الا ربع من المية. ممكن ياخد معاكي 3 كوبايات من المية او 2.5 كوبايات من المية. كل مرة اقول لكم في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق لا. عجنت العجينة وخدتها على الرخامة وفضلت اعجن فيها ودبت فيها زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده حطيت 2 معلقة او 3 من الزيت وهعجنها تاني. هي الخطوة دي اللي بتنجح العجينة وبتبقى العجينة هشة وطرية كلها حنية حبايب قلبي. خلاص لمينا العجينة، خدت معايا يجي 10 دقايق من العجن. بحط معلقة من الزيت في البولة بتاعتنا وندهن العجينة بمعلقة الزيت ونغطيها بكيس تلاجة وعليها فوطة حبايب قلبي ونركنها على جنب قيمة ساعة. خمرت معانا عشان هتخمر تاني، خلي بالكم بنفضي الخمر بتاعها. لو هتعملوا العجينة في شتاء هتاخد ساعة في الأول، ولو في الصيف هتاخد نص ساعة وهتخمر معاكي. ممكن نفرد العجينة ونقطعها، هي دي أسهل تقطيعة ليا. انتوا متعودين معايا، هي دي تقطيعتي المفضلة وأسهل طريقة. الخطوة دي للناس اللي بتحب لازم العجينة بالجرام. أنا قطعت العجينة 70 جرام، كل قطعة عجينة 70 جرام. عايزين تقللوا وتخليها 60 أو 50 براحتكم. بنمسك قطعة قطعة من العجينة وبنبجقها، بنلمها كلها كده على بعض ونكورها بالشكل ده. طريقتنا سهلة وبسيطة وبصراحة ما بتاخدش أي وقت. بنكون محضرين الصاج ومش دهنينه أي حاجة، وبحط على طول العجينة في الصاج. بس بنحط كل قطعة من العجينة بعيدة عن التانية عشان أنا هفردها في الصاج. وبنحط العجينة الوش الناعم من فوق والسرة اللي احنا صرينها من تحت. قطعنا العجينة كلها بحطها في الصاجات وبغطيها، لازم نغطيها ونسيبها قيمة نص ساعة هتخمر تاني معانا. وبعد كده اهو بنفردها. الفردة بتاعتها سهلة وبسيطة ببطن ايدينا او بصوابعنا ولا يهمك. حاجتنا سهلة وبسيطة وبنعمل حاجات كده بسيطة على قد الايد وبتطلع معانا زي الفل. بعد ما نفردها الفردة دي هنغطي بردك الصاجات تاني قيمة نص ساعة. احنا لو في صيف حبايب قلبي هنسيبها يجي ربع ساعة وهتخمر معانا في المرة الاولانية وفي المرة التانية. لكن لو في شتاء هتسيبيها قيمة نص ساعة. خمرت معانا بعد نص ساعة هنجيب شوكة ونخرمها 3 خرام كده، ونكون محضرين لا اما
صفار بيضة وعليها معلقة من اللبن وحبة فانيليا، لا إما حبة لبن وعليهم معلقة من السكر. دوبت السكر مع اللبن وبدهن الوش عشان يدينا اللون الجميل اللي احنا شفناه في أول الفيديو حبايب. ونكون محضرين الفرن على درجة حرارة 200، ويكون الفرن سخنة جدا. قبل ما نحط الصاجات لازم الفرن يكون سخنة، ونحط الصاجات في الرف الوسطاني. ما فيش ربع ساعة بتاخد لون من تحت، بنطفي الفرن من تحت ونولع الشواية عليها وتاخد اللون الجميل ده. وأول ما بنخرج القرص لازم نغطيها بفوطة عشان تطرى معانا. أي معجنات بتخرجوها من الفرن لازم تغطوها على طول بفوطة عشان بتبقى خارجة من الفرن ناشفة. أول ما بنغطيها قيمة 10 دقايق بتطرى معانا. شايفين جمال القرص؟ تحفة والله، طعمها أقسم بالله طعمها تحفة. ما حد دقها إلا قال إيه الجمال ده. وبسم الله ما شاء الله على الكمية، من كيلو دقيق عملنا بسم الله ما شاء الله الكمية ديت. كل حاجة دلوقتي غالية في الأفران حبايب قلبي. القرصة ديت ب7 جنيه في الفرن، مش بقول كلام ولا بكذب عليكم حبايب قلبي. فيها ايه بقى؟ تتاكل مع حتة جبنة، مع كوباية شاي بحليب، كوباية شاي سادة، والله كمان مرة تتاكل حاف من جمال طعمها. أتمنى منكم لايك وشير كتير ومتابعة للقناة، ده فضلا منكم وليس أمرا. أسيبكم في رعاية الله.